وبعدين هل هرجع العب كورة تاني او حتى يجري زي الناس اللي بتجري هناك دي بعد القطع ده؟ يا ريته يتصلح. اكيد بترجع تلعب طبيعي تاني زي الاول، لانك بتشوف لعيبه كتير جدا الرباط الصليبي عندهم بينقطع بيرجعوا يلعبوا طبيعي تاني زي الاول. بس هل فعلا بيرجع طبيعي 100% زي ما كان عليه؟ وهل كل اصابه للرباط الصليبي بتحتاج عمليه بعدها مباشره؟ وفتره التاهيل والعلاج لمشكله الرباط الصليبي سواء قطع او من غير قطع بتاخد فتره قد ايه على ما يرجع الواحد طبيعي تاني ويقدر يلعب؟ فخلينا نشوف الحوار ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعلكم في خير وبأحسن حال. في بداية الأمر عشان تعرف إزاي الرباط الصليبي تقدر تعالجه وإزاي أصلا بتحصل له الإصابة دي وليه الرباط الصليبي مهم جدا، لازم الأول تعرف هو أصلا متركب إزاي جوه الجسم، ربنا خلقه إزاي جوه الجسم. الرباط الصليبي وظيفته أو مهمته أو مخلوق في الجسم إنه يربط ما بين عظمتين اتنين، عظمة الفيمر وعظمة التيبيا أو عظمة الفخذ وعظمة الساق. الرباط الصليبي جاي مايل من ورا لقدام بيربط ما بين العظمة دي والعظمة. وظيفة الرباط الصليبي كله عامة إنه بيمنع عظمة الفخذ اللي هي الفيمر دي إنها تلف، ويمنع عظمة الساق اللي هو التيبيا اللي قلنا عليها اللي هي الظهرة دي إنها تطلع لقدام. ودي الوظيفة الأهم ليه، إنه بيمنع إن العظمة تروح لقدام أو لورا وأنت ماشي، فهو محافظ على الشكل العام بتاع الركبة أو بتاع ميكانيزم الركبة وقت الحركة. اللي بيحصل يا سيدي ان الرباط ده بينقطع لاسباب كتيره جدا، مثلا وانت بتلعب كوره قام واحد غشيم دخل فيك الركبه راحت في حته وانت رحت في حته ثانيه قام انقطع، او انت بتيجي مثلا مره واحده يقوم لفيت مره واحده وركبتك ثابته على الارض وجسمك لف في منطقه ثاني على طول الرباط الصليبي بينقطع. فبيجي في دماغك سؤال، طب وايه يعني مهمه الرباط الصليبي اللي يمنع ان عظمه تروح لقدام ولورا؟ طب ما في عضلات في جسمي بتمنع ممكن الحاجات دي، عندي عضلات فوق الركبه وتحت الركبه ومن قدام ومن ورا، اكيد فيهم حاجات بتمنع المشكله دي او يمنع ان الركبه تروح لقدام وورا. للاسف كل العضلات اللي حوالين الركبه دي مش كفايه انها تمنع حركه الركبه اذا انقطع الرباط الصليبي. فالرباط الصليبي مفيش حاجه بتعوضه الا هو، لان الرباط الصليبي اذا انقطع ذات نفسه هو القطع مش مشكله، المشكله في النتيجه اللي هتحصل بعد القطع ده. الرباط الصليبي لما بيتقطع بتلاقي ان اول مشكله حصلت عندك وان الرجل بدات تفلت. ازاي تفلت؟ وانت ماشي تلاقي عظمه طلعت لقدام والعظمه الثانيه ثابته مكانها، فبيبدا العظم يحك في بعض مع الطريقه الغلط اللي بيبدا فيها العظم يحك في بعضه بشكل شديد جدا زي ما انت بالظبط شايف كده، مع الفلته اللي هو كلمه الفلته دي او فلته الرجل تبقى لفظ دقيق جدا لوصف الحاله دي، ان الرجل فعلا بتكون ماشي تروح رجل فلته منك انت ما تقدرش توقف عليها كويس. فمع الحك ده ما بين العظمه والعظمه اللي تحت منها يبدا الغضروف الهلالي اللي موجود في الركبه يتاكل، ولما بيبدا يتاكل بتحس بالم ولا كانك واحد عنده 90 سنه عنده خشونه. كده دخلت انت في مرحله خشونه متقدمه، وكنتيجه سنويه للامر ده بتضطر تغير مفصل الركبه. فعشان كده انت اصلا بتغير الرباط الصليبي عشان تحافظ على الركبه بدل ما انك تغير الركبه ذات نفسها. وعلى فكره حتى لو انقطع الرباط الصليبي وانت ما عملتهوش انت هتعيش، يعني ما فيش مشكله وتقدر تتحرك، بس انسى لعب الكوره وانسى انك تجري، وكم سنه او الثانيه وهتخش في عمليه تغيير مفصل الركبه. هو المشكله مش في الرباط ذات نفسه، لا المشكله انه لازم تحافظ على مفصل الركبه. عرفت بقى ليه الرباط الصليبي مفيش حاجه بتعوضه الا هو؟ طيب الرباط الصليبي اصلا بيتصلح ازاي؟ خلاص انقطع مثلا وهيتصلح ازاي؟ بص يا سيدي، بعد ما خلاص عرفنا ان الرباط الصليبي انقطع بيبدا الجراح وظيفته بانه يشيل الرباط الصليبي اللي انقطع اصلا وده اللي ملوش لازمه ويخرجه بره مكانه، ويبدا ياخد جزء مقابل ليه، يعني جزء مشابه ليه من اي عضله معينه في الرجل بتاعت الشخص ده. يعني مثلا ممكن ياخد جزء من العضله الاماميه في الفخذ، او ممكن ياخد في وتر كده مرابط في صابونه الرجل ممكن ياخد منه جزء، او ممكن في الرجل من تحت برضه فيها عضله ممكن ياخد جزء من الوتر اللي فيها. الوتر ده ساعات بيكون اطول من الحجم المناسب بتاع الرباط الصليبي، فبيبدا يطبق الجزء اللي اخده ده كم طبقه فوق بعض ويروح يثبته في نفس المكان اللي كان متثبت فيه الرباط الصليبي القديم. وهنا هو تمام العمليه تمت وثبت الرباط الصليبي في مكانه. بس بعدها بتبدا على طول تعامل الرباط الصليبي على انه شجره منقوله من مكانها. ان المعروف الشجره لما تكون مزروعه في ارض معينه وتيجي تاخدها تزرعها في ارض تاني، اول يوم والتاني والتالت بتكون الشجره قويه ولسه مخدره محافظه شويه على نفسها. بعد كام يوم بتلاقي ان الورق بتاعها بدا يتساقط، وبتاخد فتره من الزمن لحد ما تمد جذورها في الارض وتاخد الميه والمغذيات بتاعتها من الارض تبدا ترجع تاني تخضر. كذلك الامر بالظبط اللي بيحصل مع الرباط الصليبي. الرباط الصليبي
اللي هو المنقول من جزء معين وتحط مكان الرباط الصليبي الاساسي، بياخد اول يوم والتاني والتالت كده بشكل قوي جدا وسليم، تحسه انه خلاص 100% تقدر تتحرك. لكن بعد كام يوم بيبدا الرباط الصليبي يضعف جدا، الرباط الصليبي المنقول يبدا يضعف جدا وكانه زي الشجره دي لحد ما تمد جذورها. وده ليه بقى؟ لانه بياخد فتره زمنيه لحد ما يثبت في مكانه والتغذيه تكون بدات توصل لمكان اللي هو فيه. الرباط الصليبي بيبدا يتعود على المكان ده ويبدا يثبت مكانه، وبياخد فتره زمنيه على ما يثبت وعلى ما يكون بقى 100% ثابت في مكانه. وخلال الفتره دي اللي هي من بعد العمليه لحد ما يثبت 100% بمكانه، بتلاقي ان اي خطوه فيها بمقدار، لانك لو تنيت زياده فردت زياده ممكن العمليه تخرب بكل سهوله. فعشان كده لازم تخلي بالك وقت التاهيل، ما تتخطاش مثلا الدكتور لما يقول لك ما تفردش ما تتنيش ما تعملش، ده هتلاقي نفسك تحط نفسك في موقف حرج ممكن تخرب به العمليه بكل سهوله، لانه اصلا مش ثابت ومش قوي بشكل كفايه زي ما انت متخيل الامر. طيب بعد العمليه، التاهيل بتاع الرباط الصليبي بياخد له كام شهر على ما ترجع شخص طبيعي وتقدر تتحرك؟ بياخد له حوالي 3 شهور على ما تبدا تتحرك بشكل كويس جدا وترجع طبيعي وتمشي بدون ادنى الم وترجع تلعب كوره وتجري وكل حاجه انت عايزها. فهيجي سؤال في دماغك، هو كل مشاكل الرباط الصليبي لازمها عمليه ولا لا؟ في البدايه قبل ما اجاوبك على السؤال ده ما تنساش بس اللايك والشير وانك تشترك في القناه لو اول مره تشوفني. بص يا سيدي، كل مشاكل الرباط الصليبي اكيد مش بتحتاج جراحه، لان الرباط الصليبي مشاكله بتتقسم على 3 مستويات. المستوى الاول اللي هو انت مثلا لعبت بشكل غلط او في حد خبط فيك بس ما كانش فيه القوه الكافيه انها تقطع الرباط، يكفي انها تشدد زياده عن اللزوم عليه بس ما حصلوش قطع، او ممكن يكون حصل له قطع بسيط جدا 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 بس برضه ما حصلوش القطع اللي هو. في الحاله دي بيكون العلاج التحفظي اللي هو العلاج الطبيعي هو العلاج المناسب لها، ترجع الرجل طبيعي 100% زي الاول. انما في المستوى الثاني والثالث اللي بيكون فيها قطع جزئي او قطع كلي للرباط الصليبي، تلاقي هنا ان العلاج التحفظي اللي هو العلاج الطبيعي يعني ملهوش فايده، ولازم تخش تعمل جراحه وبعدها تبدا العلاج الطبيعي عشان ترجع طبيعي تاني. وبيكون هنا الجراحه يا اما عن طريق تغيير زي ما قلنا، تغيير الرباط الصليبي برباط ثاني او جزء ثاني من الجسم، او انه يصلح الرباط الصليبي ان كان فيه رجع. العلاج الطبيعي او العلاج عامه لمشاكل او مشكله الرباط الصليبي سواء قطع او سواء بلا قطع. خليني اقول لك ان الرباط الصليبي ليه بروجرام معين بتمشي عليه وعلى اجزاء، بدايه من انه يستعيد الحركه اللي فقدتها الركبه لحد ما يوصل 100% انك تمشي تجري وتتنطط بدون ادنى الم. فمن هنا لهنا مراحل كتيره جدا بتمشي عليها وباشكال معينه وبشده معينه لحد ما تمشي 100%. فالجزء اللي انا جايبه النهارده من التمارين ده ينفع في اول مرحله من مراحل مشكله الرباط الصليبي عشان تبدا ترجع طبيعي تاني زي الاول. فخليك كده متابع تمرين وحاول كده تحفظه او توقف الفيديو اكتر من مره او تحفظ الفيديو عندك عشان تعرف تعمل التمارين. خلينا نخش على اول تمرين. اول تمرين هتعمله بانك هتبقى قاعد فيه وحاطط مخده تحت ركبتك وتدوس بركبتك ذات نفسها على المخده زي ما انت شايف لمده من 10 ل 30 ثانيه. لو ما لقيتش مخده ممكن فوطه ممكن كوره اي حاجه مهمه تحطها تحت الركبه ذات نفسها. بعد ما بتدوس بتثبت زي ما قلنا من 10 ل 30 ثانيه وتريح وترجع تكرر التمرين ده تاني. وهتعمل التمرين ده من 15 ل 20 عدد. تاني تمرين هتعمله بالشكل اللي هو قدامك، هتخلي رجليك على الحيطه متنين زي ما انت شايف كده. بعدها تمشي بصوابع رجلك على الحيطه اللي فوق لحد ما رجلك تنفرد وتنزل تاني بصوابع رجلك واحده واحده لحد ما تاني رجلك تطلع لفوق وتنزل بعد واحده بس. هتعمل التمرين ده برضو من 15 ل 20 عده. ثالث تمرين تعمله بالمنظر ده، وهو انك هتجيب المخده الناشفه دي مش حاجه طريه يعني، تحطها تحت كعب رجلك وتريح رجلك عليها عشان تنفرد خالص وتريح على المخده دي، وهتخلي رجلك ثابته على المخده دي من ربع لنص ساعه بعدها تريحها. رابع تمرين هتعمله هتنام على ظهرك وفارد رجلك خالص وتقوم مخلي محد ساند كعب رجلك وركبتك، يعني ايد تحت كعب رجلك والايد التانية تحت ركبتك، ترفع رجلك كلها لفوق والحد ده هو اللي ساند رجلك زي ما انت شايف كده. وده هتعمله من 5 ل 10 عدات، بس دايما خلي في بالك ان في شخص يقوم مساعدك. اخر تمرين، والتمرين ده ما فيهوش حركه، كل اللي هتعمله هتجيب كيس تلج وتلفه بفوطه، المهم ان التلج ما يبقاش ملامس الجلد بشكل مباشر، وتروح رابط الفوطه بالكيس التلج ده على ركبتك وتسيبه ربع ساعه وتقوم رافع رجلك على حاجه عاليه عشان الورم بعد العمليه او بعد اصابه الرباط الصليبي عامه بيبقى ملحوظ ومؤلم. التمارين دي كلها هتعملها 3 مرات في اليوم. دي التمارين بتاعت الجزء الاول من تاهيل الرباط الصليبي. لو حابب او عندك المشكله دي او تعرف حد عنده المشكله دي
خليه يعمل هنا كومنت ونجمع عدد الكومنتات. لو كتير هنعمل الجزء الثاني وازاي تأهل الرباط الصليبي من الموقف ده انك تبدأ تتحرك. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش بقى اللايك والشير وانك تشترك في القناه لو اول مره تشوفها، وتنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.